جيركن الازمات، جيركن الانقاذ، جيركن المستعجلين، سموه زي ما انتوا عايزين تسموه. جيركن فيه مسحوق لغسيل الملابس هيقعد مع حضرتك شهر كامل باذن الله، بخامات ومكونات متوفره عندنا في كل بيت لغسيل الابيض والالوان وكمان الغوامق. عملنا قبل كده ب3 مكونات، والنهارده ان شاء الله هنعمله بمكونات مختلفه ولكن بعيدا تماما عن الخامات التجاريه اللي حضراتكم ما بتقدروش توفروها، الخاصه بمسحوق الملابس زي التايلوز، التكسابون، الكمبرلان، البي بي 4، الصودا الكاويه، الكحول. كل دي حاجات مش هنستخدمها النهارده، هنستخدم حاجات متوفره وسهله، واوعدكم الفكره هتعجبكم جدا. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي اميره شعراوي ودي قناتي قناه ميرو شعراوي، ويلا بينا نشوف عملنا جيركن الازمات ده ازاي. اول حاجه هستخدمها معايا النهارده هو الاوكسي. انا بحب الاوكسي جدا جدا لانه اولا بعيدا عن المقاطعه، وثانيا سعره كويس وريحته حلوه قوي قوي، كمان بينظف معانا. ده اوكسي غسالات عاديه عشان انا غسالتي فوق اوتوماتيك. لو حضرتك غسلتي اوتوماتيك يبقى الوصفه بتاعت النهارده هتستخدمي فيها مسحوق اوتوماتيك. مش هحتاج اكتر من 3 معالق او 4 معالق. عايزه الفت نظركم لان الوصفه بتاعت النهارده يعني فيها مكونات ممكن تكون مش اساسيه، لو مش متوفره عند حضرتك خلاص تقدري ان انت ما تحطهاش. انا النهارده بقول هحط 4 معالق، حضرتك تقدري تحطي 5، حضرتك تقدري تحطي 3. الوصفه دي يا جماعه بعيده تماما عن الوصفات التجاري، يعني ما ينفعش حد يقول لي يا ميرو ينفع نعملها ونبيعها. لا يا جماعه، احنا اتفقنا لو عايزين نعمل مشاريع او نشتغل في حاجه لازم تكون بتضاهي المنتج اللي موجود بره، علشان الناس ما تشتريش حاجه منك وتلاقي نفسها بترمي فلوسها على الارض. فخلينا معترفين ان دي وصفات بنمشي بيها حالنا وبنوفر بيها. الاوكسي هاخد منه النهارده 4 معالق. ادي معلقه، 2، ادي التالتة، وادي الرابعة. تاني مكون معانا النهارده هو مكون انا بحبه جدا جدا في تنظيف الملابس وفي ازالة البقع مهما كانت صعبة، وهي الزهرة البيضاء. بصوا حضراتكم شكلها عامل زي ما يكون سكر بودرة، شبه سكر البودرة كده بالظبط. متوفرة جدا جدا عند اي عطار، كمان سعرها مش غالي. كتير من حضراتكم فاكر ان هي عشان اسمها الزهرة البيضاء هي للملابس البيضاء بس. لا، هي للملابس البيضاء والملونة بس. انا مشكلتي كأميرة مش بحبها قوي في اللون الاسود، لانها على المدى البعيد يعني مش من غسلتين 3 4 5، لا هي على المدى البعيد بتبقى حاميه شويه على الهدوم السوداء، فممكن تخلي اللون الاسود يعني لونه يبهت معانا شويه. لكن هي حلوه جدا للملابس الابيض والملابس البيضاء يعني والملونه. انا النهارده مش هاخد منها كتير، يعني ممكن اخد منها معلقه هرميه. وادي معلقه الزهره البيضاء. تالت مكون معانا وهو الصابون السائل الشفاف، صابون الشركات اللي عملناه ب3 مكونات بس، ما استخدمناش فيه ملح لانه قلت لحضراتكم الشركات زي الفيبا والفيري والبريل والكلام ده كله ما بيعتمدوش على الملح، ولكن بيعتمدوا في اللزوجه والشفافيه والجوده على المواد الفعاله. النهارده ان شاء الله هناخد منه كوبايه. اي نوع صابون سائل متوفر عند حضرتك هتاخدي منه كوبايه، ولو عندك برسيل جل برضه هتاخدي منه كوبايه. ما شاء الله شايفين الشفافيه وشايفين اللزوجه بتاعته. العشق يا جماعه البريكس، انا بقالي حوالي 4 أو 5 فيديوهات مركزه عليه، معرفش ليه. بصوا يا جماعه اللي مش عارف، البريكس هو بديل للجنرال. الجنرال عشان مقاطعه فاحنا مش بنستخدمه، بنستخدم بداله البريكس. في منه البودر وفي منه الليكويد زي ما حضراتكم شايفين. ده زي الكلوريكس الالوان كده ولكن جودته عاليه جدا ما شاء الله. عملنا منه فيديو لوحده قبل كده وقلنا ان البقع الصفراء اللي بتكون موجوده في الملابس، واللي انا قلت لكم ان انا حاسه ان هي فيروس كده بيمسك في الهدوم اللي بتكون متخزنه مثلا من السنه للسنه، جبنا البريكس وحطيناه على البقع دي ودعكناه كويس وركناها ليله كامله، وبعد كده حطيناها في الغساله. اوعدكم ان البقع هتطلع. طيب البريكس عباره عن ايه؟ على فكره هو موجود منه الازايز دي، اعتقد سعرها 27 جنيه، وموجود منه الاكياس الصغيره هتلاقوها عند بتوع المنظفات. اعتقد الكيس، وممكن تلاقوه في السوبر ماركت برضو، اعتقد الكيس سعره حوالي 3 جنيه. النهارده لو ده مش موجود يبقى حضرتك تقدري تاخدي فنجان من كلوريكس الالوان. بصوا حضراتكم مكتوب عليه مطهر ومزيل للبقع.
لملابس ملونه اكثر بريقا، عشان بس ما تبقوش خايفين لو استخدمتوه للملابس الغامقه او الملونه. احنا هناخد منه مقدار فنجان ان شاء الله. جنيه الملح وجمال الملح في التنظيف. اللي شاف معايا الفيديو بتاع قصة صناعة الصابون وبدأت ازاي، هيلاقي ان قدماء المصريين كانوا بيعتمدوا على الملح في التنظيف. الملح يا جماعة، كل اللي استخدموا الملح وكانوا بيحطوه على الهدوم ولحد دلوقتي بيحطوه على الهدوم في الغسالات العادية او الاوتوماتيك، والله يا جماعة بيدعوا لي. الملح بحبه جدا جدا في التنظيف عامة، انا مش هاخد منه كتير. وعلى فكرة لو استخدمتي مسحوق بودر غسالات عادية او صابون سائل مع الملح، الملح بيطفي الرغوه، فما تقلقيش خالص لو استخدمتي مسحوق عادي على غسالتك الاوتوماتيك. بس لو انت قلقانه يبقى خليكي في المسحوق الاوتوماتيك عشان ما تبقيش خايفه من الرغوه. ادي معلقه هرميه من الملح. الدوني القمر اللي احنا بنعمله مع بعض في البيت، طبعا الدوني ده مكون اختياري، لو مش عايزه تحطيه ما تحطوش، بس انا حابه المسحوق بتاعي مش بس ينظف، ده كمان يكون معطر. يلا بينا نحط المعيار بتاع الدوني اللي احنا بنستخدمه، يعني كده كفايه. ودلوقتي بقى يلا ننزل بالميه بتاعتنا. يا ريت الميه تكون دافيه شويه، يعني مايله للسخونه علشان تدوب كل المكونات اللي هنا دي مع بعضها. اهو يلا بقى نرج الجيركن. انا ما عملتهوش ميه على الاخر عشان اعرف ارجه كويس وكل المكونات تختلط ببعضها. يلا بينا نحط سنة لون صغيرة ازرق. ما تقلقوش اللون ده مش بيطلع خالص في الهدوم. نرجع نرج تاني. انا هنا كنت سبته تقريبا ساعتين لحد ما المكونات كلها اندمجت ببعض، وكمان القوام بتاعه بدأ يتقل ويبان فيه لزوجة. هو على فكرة ما فيهوش لزوجة زي ما حضراتكم متخيلين، لان احنا كل اللي مستخدمينه فيه لزوجة في الموضوع هي كوباية الصابون السائل اللي احنا مستخدمينها. ودلوقتي بدأنا نكمل الجيركن بتاعنا مية عادية جدا بقى، خلاص من الحنفية، مش محتاجة مية سخنة تاني ولا حاجة. وبنكمل الجيركن لحد الآخر. الجيركن معياره كله على بعضه قد ايه، او المقدار كله على بعضه قد ايه؟ دول حوالي 2 لتر ونص، او يعني من 2 لتر ونص ل 3 لتر بالمكونات اللي احنا طبعا حطيناها. يلا بقى نشوف الرغوه بتاعته ونشوف الجمال اللي احنا عاملينه ده. بصوا انا مش حاطه معيار كبير، يعني دول مثلا ممكن يكونوا غطا. ما شاء الله يا جماعه على الريحه، طبعا ريحه الاوكسي مع ريحه البريكس اللي احنا حاطينه مع ريحه المكونات الدوني. عايزه اقول لكم جيركن كامل متكامل منظف، ريحه حلوه معطر. الزهره البيضاء بتزيل اصعب بقع الملابس. يا ريت حضراتكم تجربوا الجيركن ده، ممكن يكفي معاكم لحد 10 غسيل. الابيض والغوامق والالوان، المكونات كلها من البيت. انا خلصت الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم. بحبكم في الله.